السلام عليكم. كيفكم يا احلى متابعين؟ ايش اخباركم؟ ومن العايدين وكل عام وانتم بخير. وحنا في ايام فضيله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. طبعا في اليومين الماضيه توافد حجاج بيت الله الحرام على البيت وعلى المشاعر المقدسه، ونسال الله ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال. حدث بعض الامور انه بعض الحجاج استغلوا تصريح الزيارة أو تأشيرة الزيارة وخلوها تأشيرة حج. وهذا الشغل ما يجي، لازم يكون معك تصريح حج خاص بالحج. وزعلوا يوم ردوهم وقالوا يا ابوي ما لكم حج لأنكم ما معكم تصريح. والموضوع كله عشان التزاحم والتدافع، ونسأل الله العافية نكتفي شر الوفيات والأوبئة وما إلى ذلك. وبعض برضو خامنئي نزل تغريدة يقول فيها يتفق مع الربع اللي هنا من الإيرانيين أنهم يتلون حج البراءة من المشركين في صحراء عرفات. فكتبت هذه الأبيات. طبعا الأبيات ترحيبية أساسا. أقول يا مرحبا روح بوافي باسم سلمان ومحمد وجوب. يا مرحبا باسم شعب المملكة والكل صدرها رحيب. يا مرحبا بالضيوف اللي لفوا من كل حدب وصوب. حجاج بيت الله المعمور لبوا من بعيد وقريب، لبوا ندى الواحد الفرد الصمد رغم التعب والكروب. الكل منهم ترجى المغفرة من سامع ومستجيب. الله حليم وكريم ويقبل التوبة وغافر ذنوب، واللي رفع له يدينه يبشر بعزه وحظه يطيب. لبوا وجوا في بلد من فضل ربي دوم مهوى القلوب، في مملكة خادم البيتين سلمان الحزم والطبيب، ومحمد اللي على يمناه شال الحمل رغم الخطوب. كرمهم الله بخدمة كل من لبى وزار الحبيب. خدام بيت الله المعمور، خدام بيت الله المعمور وضيوفه وكل الشعوب، ما به ولا فرق بين ضيوف بيت الله قريب وغريب. لكن واجب على الحجاج يلتزمون طيب وغصوب، ما كل واحد يجي من دون تصريح ورقيب وحسيب. ما يدري ان التزاحم والتلاسن من عظيم الذنوب. الله امر لا رفث ولا جدال، المحتسب ما يخيب. والله عظيم ورحيم ويقبل من العبد لا جاء يتوب، لكن ما يقبل المشرك ولو راسه كساها المشيب. يقولون خامئني أعلن عن براءة حج قبل الغروب، يطلب من الفرس في مكة تلاوتها براسه الشعيب. وأقول وينك عن الحجاج ما تحضر تحج وتتوب؟ عمرك 80 ما حجيت لو مرة، عساك الذهيب. وسلامتكم.